النهاردة هتكلم معاكم عن أغرب حاجة ممكن تسمعوها في حياتكم، وأحب أكد لكم إن كل اللي هتسمعوه حصل على أرض الواقع. والحكاية بدأت سنة 1887 لما اتولد إدوارد مورداك، واللي كان لقبه الراجل أبو وشين. وأنا مقصودش بكلامي هنا إن إدوارد كان منافق، أنا أقصد يعني المعنى الحرفي للكلام، وهو إن إدوارد فعلا اتولد وعاش بوشين. يا ترى مين إدوارد وإيه حكاية إنه بوشين دي؟ تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا اللعنة اللي اتصاب بيها إدوارد مورداك، واللي أثرت على حياته كلها وكانت السبب في نهايته. إدوارد مورداك اتولد في عيلة برجوازية في بريطانيا سنة 1890 في القرن ال19، وعيلته كانت عيلة غنية جدا وليها وضعها ونفوذها في المجتمع الراقي. وكان مورداك هو الوريث الوحيد لعيلة كبيرة من النبلاء، وكان موهوب في عزف البيانو، ده غير إنه كان ذكي جدا وودنه كانت موسيقية، لكنه كان بيعاني من اكتئاب حاد، وده بسبب شكله. وبالرغم من إنه كان شاب غني ومن عيلة كبيرة، إلا إنه عاش حياة تعيسة جدا بسبب المتلازمة اللي اتولد بيها، واللي خلت الناس يتهموه إنه ممسوس من الشيطان. والمتلازمة دي اسمها ثنائية الوجه، واللي بتحصل بسبب تشوه بيتسبب في ازدواج النخاع الشوكي. والمعروف إن الحبل الشوكي هو جزء مهم من مراحل تكوين الجنين، والازدواج في الحبل الشوكي كان هو السبب في تكوين شكلين من وش مورداك، وبقى عنده وش في مكانه الطبيعي ووش تاني في مؤخرة راسه. والوش التاني ده كان ظاهر قدام كل الناس إنه وش جامد ما بيتكلمش ولا بياكل ولا بيشرب. والناس اللي حوالين مورداك اتقسموا لنصين، نص منهم كان بيتنمر عليه وبيسخر منه، والنص التاني كان بيخاف منه وبيعتبر ان الوش التاني ده هو وش الشيطان اللي مسيطر عليه. وبالرغم من ان كل الناس كانت شايفة ان الوش ده جامد وملامحه ميتة، الا ان مورداك كان بيقول لهم ان الوش ده بيعذبه وبيهمسله بحاجات فظيعة وبيطلب منه حاجات مفيش اي حد يقدر يتخيل مدى فظاعتها ووحشيتها. وكان بيطلب منه طلبات جنونية، وكمان كان بيلقي عليه تعويذات بتخليه طول اليوم فاقد للإحساس بكل حاجة حواليه، لدرجة إنه كان عايش لوحده جوه عالم كان بيتعذب فيه بأبشع الطرق. وكان الوش ده بيلح عليه في إنه ينهي حياته، ومن كتر العذاب اللي مورداك كان عايش فيه طلب من الأطباء إنهم يعملوا له عملية ويشيلوا وش الشيطان من راسه، لكن الأطباء خافوا ورفضوا إجراء العملية. ومن بعدها دخل مورداك في حالة اكتئاب عميق، وفي النهاية قرر إنه يخلص نفسه من العذاب وينهي حياته بإيديه. واختلفت الأقاويل عن الطريقة اللي مورداك أنهى حياته بيها. في مقولة بتقول إنه شنق نفسه في بلكونة قصره، وفي ناس تانية بتقول إنه ضرب راسه بالنار علشان الرصاصة توصل لوش الشيطان. والمقولة التالتة وهي المؤكدة بتقول إنه هو عنده 23 سنة سمم نفسه، ولما اكتشفوا جثته لقوا جنبها رسالة هنعرف كان مكتوب فيها إيه في آخر الفيديو. وبالرغم من بشاعة قصة إدوارد مورداك وغرابتها، إلا إنها قصة حقيقية، وإدوارد مش لوحده اللي اتولد بوشين، ده في حالات تانية اتسجلت لأشخاص اتولدوا بنفس المتلازمة، إلا إن الحالات دي كانت في عصر تاني نقدر نقول إنه كان متقدم علميا إلى حد ما. ومن الحالات دي حالة الصيني تشانغ بانج اللي كان عنده وش تاني، لكن المرة دي الوش كان على الجنب اليمين من وشه الأصلي، وكان بيتكون من فم وأسنان ولسان غير مكتمل، وكمان كان ليه فروة راس وشعر وباقي ملامح الوش العادية. بس الوش التاني في حالة تشانغ كان مختلف عن وش إدوارد المرعب، فلما كان تشانغ بيفتح بقه عشان ياكل أو يتكلم كان الوش التاني بيقلده، لكنه ما كانش بيتكلم ولا كان بياكل ولا بيشرب. والحسن حظ تشانغ في مجموعة من الجنود الأمريكان شافوه فقرروا إنهم يساعدوه، وخدوه معاهم لأمريكا وعملوا له عملية استئصال للوش التاني، والعملية نجحت. وبعد فترة قصيرة قدر تشانغ إنه يرجع مرة تانية لقريته، وفضل عايش فيها بشكل طبيعي
طبيعي لحد ما مات. وزي ما الحالات دي حقيقية ومثبتة بالمصادر، في كمان حالات لناس ادعوا انهم بيملكوا وش مزدوج او اجبروا على الادعاء ده، وده بالظبط اللي حصل مع باسكال بينون اللي اتولد سنة 1889 ومات سنة 1929، وكان بيلقب بوجهي المكسيك. وكان باسكال متصالح جدا مع حالته، وكان بيقدم عروض في سيرز فلوتو اللي كان مشهور جدا في الوقت ده. وكان باسكال بيشتغل في السكة الحديد في ولاية تكساس، بس باسكال كان عنده في أعلى راسه ورم حميد، ولأنه كان فقير ما كانش قادر يجمع تمن عملية استئصال الورم ده، فقرر إنه يكمل حياته بيه لحد ما شافه صاحب سيرز فلوتو. وزي ما قلنا ده كان أشهر سيرك متنقل في أمريكا في وقتها، وساعتها مدير السيرك اتفاجئ بحجم الورم الحميد اللي موجود في الجزء العلوي من راس باسكال، فقرر إنه يستغل الموضوع ده لصالحه، وعرض على باسكال تقديم عروض في السيرك، وقدر إنه يوهم الناس إن الورم اللي على راس باسكال هو وش تاني. والناس صدقته وبقت تحضر السيرك مخصوص علشان تشوف الراجل أبو وشين، وكانوا مقتنعين إن الوش التاني حقيقي، وده بسبب المكياج المتقن اللي صاحب السيرك كان بيعمله على الورم كل ليلة. وما كانش حد يعرف ولا يتخيل العذاب اللي كان باسكال بيتعرض ليه كل يوم لما صاحب السيرك كان بيستخدم دعامة من المعدن علشان يثبت بيها الورم، وكان بيخفي الدعامة دي عن طريق تثبيتها بلاصق قوي جدا في جلد باسكال، وبعد ما كان بيتأكد انها اتثبتت كويس كان بيغطيها بمساحيق التجميل علشان ما تظهرش قدام الناس. والعملية دي كانت بتتكرر كل يوم، وكانت بتتسبب في ألم رهيب لباسكال، لحد ما في يوم الشرطة اكتشفت اللي صاحب السيرك بيعمله، وأجبرته إنه يدفع تكاليف عملية إزالة الورم لباسكال. وفعلا باسكال عمل العملية، والعملية نجحت، ومن بعدها قدر إنه يعيش حياته بشكل طبيعي. وفي النهاية لازم نعرف إن الحالات الحقيقية اللي تم إثباتها عن ازدواج الوجه كانت 50 حالة بس على مستوى العالم كله، وكانت أصعب الحالات دي على الإطلاق حالة إدوارد مورداك اللي قدر إنه يجسد معاناته كلها في الجواب اللي سابه جنبه قبل ما ينهي حياته، واللي كتب فيه: لا يمكن للعقل أن يتخيل الإغراءات المخيفة التي يلقني بها هذا الشيطان، وأنا متأكد من أنه شيطان. أتمنى ألا يدفن هذا الشيطان معي في قبري كما لزمني في حياتي. كانت معاكم مروة القاضي، واشوفكم في القصة الجاية.